معاكم عزوز من فيديو جديد في يوم الأربعاء 15 مارس. طبعا بقى لي فترة ما عملتش فيديو عن ازاي، يعني فيديو هيهم كل الناس طبعا. قبل ما اتكلم في اي حاجة اشتركوا في القناة، وعايز الفيديو ده بجد 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 يكون عليه لايكات كتير والتفاعل كتير والاشتراكات كتير. عايز ال 3000 توصل ل 4000 وال 4000 توصل ل 10000. عنوان الفيديو طبعا عشان انا مع ناس، انا مش بصطاد سمك طبعا، يعني عايز اقول انا كاسكندراني. عنوان الفيديو ازاي تصطاد سمك. المعلومه اللي انا اعرفها اقول عليها. طبعا السناره دي اللي بتصطاد سمك طبعا بتاعت واحد بتصطاد سمك. تعالوا لكم ازاي نصطاد سمك. طبعا يا جماعه دي السناره، تمام؟ دي السناره، شوف طولها قد ايه. فانا عايز اقول معلومه مهمه جدا. علشان تصطاد سمك لازم تكون عندك خبرة انت كصياد. لو انت اول مرة جديد في انك انت هتصطاد سمك، لازم تختار المكان المناسب علشان تصطاد سمك. تختار مكان نظيف ومكان عليه يعني كل الناس بيصطادوا منه، مش اي مكان طبعا، لازم يكون مكان نظيف. وفي نفس الوقت تتأكد ان السمك يكون نظيف. طبعا طريقة اصطياد السمك، اول حاجه يقول لك في ابره بتركبها في السناره، ابره، وبعدين تحط ايه حاجه كده، اكله كده، يقول لك تحط لها كده ماده في السناره عشان لما السمك تاكلها تعرف تصطادها. فاول حاجه عشان تصطاد سمك لازم تكون فنان في اصطياد السمك وتختار المكان المناسب، وفي نفس الوقت يكون الجو لا هو حر ولا هو برد، وفي نفس الوقت لازم انت تكون فنان في اصطياد السمك. وبس. اشتركوا في القناه واعملوا لايكات. انا بقالي في فتره ما عملتش فيديوهات عن كده، وشكرا لكم.